من قرقيزستان والأمن الوطني الSC، هذه وحدة الأمن الوطني ناسيونال سيكيورتي قرقيزستان بي. فريق جيد قوي، كان منافس من خلال الأيام الأربعة الماضية. البداية سريعة جدا مع سلم يعقوب. إمكانيات ومستويات عالية لهذا الفريق. ما أشاهدها الآن من قدرات وإمكانيات يفوق الآن الذي كان عليه الفريق الآخر من نفس البلد من نفس الجنسية، الفريق المنغولي الذي كان قبل هذا كانت الشرطة المنغولية الخاصة. أما هذا الفريق هو الأمن الوطني، وحدة الأمن الوطني، أكثر من فريق من كل دولة. لدينا 48 دولة، ووصل عدد الفرق إلى 109 الآن. هذا الفريق رقم 78، فريق رقم 78، وننتظر المشاهدة القادمة. رقم قياسي لحد الآن. هذا الفريق يهدد، هذا الفريق يهدد. أفضل رقم لهذا اليوم بالنسبة للرجال 4 دقائق لأوزبكستان. أوزبكستان الذي حمل اللقب في عام 2020. في عام 2020 أوزبكستان حققت اللقب هنا. الآن هنا قرقيزستان بهذا المستوى العالي، بهذا المستوى الآن المفاجئ. مفاجئ، هذه مفاجأة لهذا الفريق، وصل إلى هذا المكان بهذا الزمن. نعم، لاحظ الآن هنا وصول العناصر الخمسة، امتياز وتميز في هذا اليوم. وهذا اليوم شهد أيضا رقم جديد للصين سيدات، 6 دقائق 8، وصلا إلى أرقام عجزت عنه الرجال. هكذا هي الصورة هنا في تحدي الإمارات. المسألة لا ترتبط بالحجم ولا بالقوة، وإنما بالتداريب المكثفة وبالتعاون في التداريب والتكرار. نماذج مشرفة شاهدتها هذه البطولة مشاهدينا، المعاني السامية. وقد شهدت في الفترة الصباحية حضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وصل ورحب أيضا بالقادة ورؤساء الوفود، ورافقه في هذا اليوم معالي الفريق عبد الله خليفة بن سعيد المري قائد عام شرطة دبي في أجواء احتفالية. رحب بالحضور ورحب أيضا بفئة السيدات في هذه البطولة، وأيضا تمنى لهن التوفيق. واصطفت حقيقة كل الفرق، فرق السيدات، ومن بينهن فرقة شرطة دبي للسيدات التي كانت قاب قوسين أو أدنى أن تحقق رقم في هذا اليوم وتنهي الموانع، ولكن قدر الله وما شاء فعل. عندما وصلت عند المانع الأخير، عند الثواني الأخيرة، منعت هذه الفرقة بالفرحة أو للفرحة. ولكن الأيام القادمة أعتقد بأن هذا الفريق له مستقبل. سيدات شرطة دبي ممكن ينافس هذه الفرق القوية. أما الآن رقم قياسي جديد، لكن لا زال فريق أوزبكستان 4-3 هنا. أوزبكستان 4، ربما يضرب الرقم الرواندي المركز الثاني والثالث حامل اللقب
المركز الثاني. نعم، ثاني أقوى رقم منغوليا. تبهرنا اليوم، تبهرنا هذا الإبهار. من أين أتيتم بهذا؟